أهلا بيكم في حلقة جديدة من تاك توك. مجال الأمن السيبراني أو سايبر سبيس بقى من أهم المجالات دلوقتي على مستوى العالم، عشان العالم كله بقى متصل بالفضاء السيبراني سواء كان أفراد أو مؤسسات أو حكومات، وده خلى السيطرة على العالم السيبراني أداة مهمة على المستوى السياسي والاقتصادي وكمان على مستوى الأمن القومي. لكن السؤال اللي بيطرح نفسه هنا، هو في حد أصلاً يقدر يسيطر على السايبر سبيس أو الفضاء السيبراني؟ الحقيقة اللي مفيش فيها جدال هو أكيد لأ، بس في لاعبين بيحاولوا يفرضوا سيطرتهم خصوصاً عن طريق الهجمات السيبرانية زي الاختراقات اللي سعادتك بتسمع عنها كل يوم على الإنترنت، وكمان الأحداث اللي حكيناها لحضراتكم على مدار 8 سنين من عمر برنامجنا على القاهرة والناس. لو قلت لك مثلا قول لي الدول المتقدمة جدا في القدرات الخاصة بالهجمات الإلكترونية، أكيد هتقول لي أمريكا وإسرائيل ودول كتير أوروبية على رأس القائمة، إضافة طبعا لروسيا وإيران والصين وكوريا الشمالية. لو اتكلمنا على دول زي أمريكا والدول الأوروبية وروسيا والصين، فده مفهوم طبعا ليه عندهم القدرات دي، ممكن أي حد يتوقع ده بسبب التقدم الكبير اللي موجود في الدول دي في مجالات كتير. لكن في بعض الدول وعلى رأسها طبعا كوريا الشمالية، ناس كتير ما تسمعش عن قدراتهم في المجال ده ولا في أي مجال تاني وحياتك، لأن الصورة الذهنية اللي مرسومة عن كوريا الشمالية هي الدولة السرية المعزولة اللي محدش عارف إيه اللي بيحصل جواها، إضافة طبعا لحبيبك كيم يونج أون. أعتقد إن الغالبية ما تعرفش عن كيم يونج أون أي حاجة غير إنه الزعيم اللي بيعدم أي حد مش عاجبه، إضافة طبعا للكوميكس اللي مغرقة السوشيال ميديا عندنا واللي بتوضح قد إيه الناس ما عندهاش معلومات كتير عن البلد دي. لو أنت ما تعرفش حاجة عن كيم يونج أون، فكيم يونج أون عارف عنك كتير، دي الحقيقة. هتقولي إزاي يعني؟ مش فاهم، هو كيم يونج أون عايز مني إيه؟ هو أنا عندي أي حاجة تنفعه؟ في الحالة دي أنا محتاج أقول لك إنك فايتك كتير، في حكايات كتير ممتعة، ومحتاج أقول لك إن كيم يونج أون قاعد معاك في البيت. لو عايز تعرف التفاصيل خليك معانا بعد الفاصل. أهلا بيكم. قبل الفاصل قلت لك إن كيم يونج أون قاعد مع سعادتك في البيت وعارف أدق تفاصيل حياتك، ممكن يكون واخد منك فلوس وأنت ما تعرفش. زمانك طبعا بتقول إيه الخزعبلات اللي أنا بقولها دي؟ صلاة النبي أحسن. شوف يا محترم، عشان تعرف الحكاية خلينا الأول نعرف هو مين كيم يونج أون. كيم يونج أون هو الابن الثالث والأصغر لزعيم كوريا الشمالية السابق كيم يونج إل، بعد ما والده مات بالسكتة القلبية في 19 ديسمبر 2011، واللي اتعمل له جنازة كبيرة خرج فيها الشعب في الشارع لتوديع الزعيم، وكان ماشي جنب العربية اللي شايلة الزعيم كيم يونج إن، ووراه عمه اللي كيم يونج أون أعدمه بعد ما بقى رئيس لكوريا الشمالية. طبعا كيم يونج أون من ساعة ما مسك كوريا الشمالية نفذ مجموعة إعدامات كتير في صفوف الحكومة وغيرها، وده اللي طلع عليه السمعة بتاعت إنه ممكن يعدم أي حد مش على مزاجه، أو أي حد ممكن يخرج يخالف رأي الزعيم، لدرجة إنه أعدم مهندس في مطار عشان ما عجبوش تصميمه، وغيرها من الحكايات العجيبة للزعيم الكوري الشمالي. السؤال هنا هو إزاي دولة بالشكل ده ممكن تكون متقدمة في أي حاجة، خصوصاً لو اتكلمنا على حاجة زي الحروب السيبرانية وهجمات الإنترنت. وطبعاً أنت نفسك تعرف كيم يونج أون عايز منك إيه؟ ما تقلقش، هتعرف كل حاجة بالتفصيل. الحقيقة الإجابة على سؤال تقدم كوريا الشمالية في موضوع الهجمات الإلكترونية مش سهل، ومفيش مصادر كتير جداً في الموضوع ده، لكن في بعض الدراسات اللي اتعملت في مؤسسات بحثية بتتكلم عن إن كوريا الشمالية بتستثمر في القدرات السيبرانية بشكل كبير، وده ليه أسباب كتير جداً الحقيقة. منها ان كيم يونج أون نفسه، هتقول لي ازاي يعني هو كان هاكر واحنا ما نعرفش؟ في نوفمبر 2014 الموظفين في شركة سوني للترفيه الموزع الأكبر للأفلام صحيوا على كارثة في الشركة، وهي صورة على أجهزة الكمبيوتر في الشركة فيها تحذير بهيكل عظمي كده باللون الأحمر بيقول تم الاختراق بواسطة GOP أو حماة السلام، واحنا حذرناكم قبل كده ودي البداية. بالمناسبة احنا حصلنا على كل المعلومات الخاصة بالشركة بتاعة الموظفين، وهننشر المعلومات دي على الملأ لو ما التزمتوش باللي بلغناه لكم قبل كده، وهنديكم فرصة لحد الساعة 11 بالليل. في الكواليس بقى أجهزة الكمبيوتر اللي ظهرت عليها الرسالة دي انتشر عليها فيروس كمبيوتر، ومنها للخوادم بتاعت الشركة اللي تقريبا نصها اتمسحت البيانات من عليها إضافة لأجهزة الموظفين. بالفعل سوني كبرت دماغها من الرسالة وتجاهلتها، لكن ما كانوش متخيلينه إن بعد الساعة 11 الهاكرز فعلا نشروا أسرار الشركة على الملأ، واللي كانت فضيحة بكل المقاييس في هوليوود، إضافة لنشر أفلام ما اتعرضتش قبل كده، وإيميلات محرجة جدا بين موظفين الشركة عن أنجلينا جولي، واللي خلت الشركة تطلع تعتذر على الملأ. ساعتها ال FBI اتهمت كوريا الشمالية صراحة باختراق شركة سوني، وأوباما اتكلم بصراحة عن الموضوع لأول مرة الرئيس للولايات المتحدة يطلع يتكلم عن اختراق شركة. Sony is a corporation. It suffered significant damage. There were threats against its employees. I am sympathetic to the concerns that they faced. Having said all that, yes, I think they made a mistake. طبعا انت مستغرب وايه اللي يخلي كوريا الشمالية تخترق شركة بحجم سوني؟
الإجابة في الحقيقة سببها فيلم. شركة سوني هي الشركة الوحيدة اللي وافقت تنتجه وتعرضه. هو فيلم بيحكي حكاية 2 صحفيين ومذيعين اشتركوا في مؤامرة لقتل الزعيم كيم يونج أون في مقابلة طلب يعملها معاهم، والفيلم طبعا كوميدي اسمه فمن المعلومات اللي ممكن تكون حصلت عليها كوريا الشمالية في الاختراق، ممكن تنشرها على الملأ. عشان كده أوباما قال لك إن شركة سوني أخطأت. إزاي يعني حد بره الولايات المتحدة يكمم الأفواه داخل الولايات المتحدة؟ الحقيقة إن الموضوع سببه تأثير الهجمات السيبرانية اللي اتعملت على الشركة. تأثيرها يمكن يكون أقوى كمان من تأثير التهديد بالسلاح. تخيل لو كوريا الشمالية مثلا كانت ضربت شركة سوني بصاروخ، تفتكر أمريكا ما كانتش هترد بهجوم؟ ده الوضع في العالم المادي، إنما في العالم السيبراني قواعد مختلفة. طبعا الآراء تضاربت ما بين الخبراء زي ما بقول لك بسبب إن السرية والطبيعة الخاصة لكوريا الشمالية. في ناس ما كانوش معتقدين أبدا إن كوريا الشمالية وراها هجمات بالتعقيد ده، وحتى خبراء أمن معلومات كتير قالوا وقتها إن الاختراق صعب تكون وراه كوريا الشمالية. لكن الحقيقة إن في 2016 مجموعة شركات متخصصة في أمن المعلومات أصدرت تقرير بعد التحقيق في الحادثة دي بشكل مفصل، واتهمت فيه كوريا الشمالية بالأدلة إنهم هم اللي اخترقوا شركة سوني. والتقرير الحقيقة فيه معلومات مهمة جدا اللي عايز يقرأ تفاصيل الاختراق ده واتعمل إزاي، وسموا العملية وقتها أوبريشن بلوك باستر. نرجع تاني لموضوع قدرات الاختراق وعلاقة ده بكيم يونج أون نفسه. اللي ناس كتير ما تعرفوش إن والد كيم يونج أون كان مهتم بموضوع الحروب السيبرانية من التسعينات تقريباً، خصوصاً بعد ما شاف تفوق الولايات المتحدة في حرب الخليج في التسعينات، وبعدها الحرب في كوسوفو وحرب العراق سنة 2003. ساعتها كيم يونج الأب قال لازم نبني قدرات خاصة بالحروب السيبرانية. وفي دليل الحروب الإلكترونية بتاع الجيش الكوري الشمالي اللي نشر سنة 2005، كيم يونج قال إن لو الإنترنت هو سلاح فالهجمات الإلكترونية تعتبر زي القنبلة النووية بالظبط. كوريا الشمالية بما أنها عارفة كويس جدا أنها مش هتقدر تدخل في صراع مباشر مع أي دولة عظمى، فبدأت من زمان في تطوير قدراتها في الحروب غير التقليدية أو اللي بيسموها الانكونفنشنال وورفير. والهجمات الإلكترونية أحد أسلحة الحروب غير التقليدية، وده شيء بقى مسلم بيه في كل المدارس العسكرية. بناء على الرؤية اللي شرحتها لك دي، الابن كيم يونج أون مشي على نفس أفكار والده لدرجة أنه درس كمبيوتر ساينس أو علوم الكمبيوتر، وبدأ يشدد على اهتمام الجيش بالحروب الإلكترونية، وفي نفس الوقت ما فتحش الإنترنت للمجتمع في كوريا الشمالية كله. يعني بمعنى آخر الجيش هو اللي بيسيطر بس على اتصالات الإنترنت، وهو اللي بيستخدمه في الأعمال دي، وده يفسر الانغلاق اللي المجتمع فيه هناك بشكل كبير، لدرجة أن الشبكة الوحيدة للمحمول اللي موجودة هناك اتأسست سنة 2008 ومشارك فيها شركة مملوكة لرجل أعمال مصري. المهم نرجع لموضوع الكمبيوتر. بما ان الدولة منغلقة ومفيش ناس تقدر تدخل تبحث على الانترنت وتتعلم، فالزعيم الكوري حاطط تعليمات بإرسال حوالي 50 ل 60 ضابط جيش بهويات تنكرية يدرسوا علوم الكمبيوتر بره كوريا الشمالية كل سنة. بعد ما بيدرسوا بره كطلاب بيرجعوا الوحدات بتاعتهم في الجيش جوه وحدة السايبر الخاصة بالحروب السيبرانية، وبعض التقارير بتقول ان في حوالي 7000 متخصص في الوحدات دي. في كمان أستاذ جامعي أمريكي اسمه ويل سكوت، من الناس القليلة جدا اللي راح درس للطلبة كمبيوتر ساينس في جامعة بيونج جانج لعلوم التكنولوجيا، وعنده حكايات كتير جدا وصور على موقعه للحياة في كوريا الشمالية وإزاي كان بيتعامل مع الوضع هناك في ظل الانغلاق اللي البلد فيه على الإنترنت. وبما أنه خبير في الكمبيوتر كان نفسه يروح يشوف إيه اللي بيحصل هناك. ولما بيرجع أمريكا طبعا ما كانش بيتكلم عن أي حاجة عن كوريا الشمالية، بس موقعه والإنستجرام بتاعه عليه صور مهمة لأي حد عايز يفهم البلد دي بتفكر إزاي بالذات في موضوع الكمبيوتر. كوريا الشمالية عندها مجموعات كتير للاختراق تابعة للجيش والدولة، أو زي ما بنسميها في أمن المعلومات ستيت سبونسرد جروب، وليهم أسماء منها مثلا لازارس جروب، أندر ريال، دارك هوتيل، بلون روف وغيرهم كتير. رؤية زعيم كوريا الشمالية إن الهجمات الإلكترونية ممكن تطول أي حد في أي حتة طالما لمصلحة البلد، ومن أهم التكتيكس اللي بيستخدموها هي جمع المعلومات عن الهدف، ودي عملية بياخدوا فيها وقت كبير جدا عشان يقدروا يجمعوا معلومات عن نقط الضعف والثغرات الأمنية، إضافة لاختراق مواقع كتير جدا عشان يستخدموها كمنصات لاستغلالها في الهجمات الإلكترونية عشان يخفوا هويتهم الحقيقية أو مصدر الهجمات دي. ده غير طبعا الشركات الوهمية اللي بيأسسوها علشان تبقى غطى للعمليات دي، سواء لتحويل الأموال أو غسل أموال من الهجمات الإلكترونية، زي ما حصل في سرقة بنك اوف بنجلاديش اللي حكيت لك عليها قبل كده في حلقة من حلقاتنا في تيك توك، ودي كانت أكبر عملية سرقة أموال عن طريق اختراق إلكتروني لحد دلوقتي، وكوريا الشمالية كانت وراها. يا ريت ترجع تفكر على الحلقة وتدور عليها عشان تفهم إزاي الجزء ده حصل. كوريا الشمالية بتستخدم طرق تانية للتخفي في الفضاء السيبراني، زي استخدامها مثلا الاي بي ادرسز مش في كوريا الشمالية، يعني أرقام لأجهزة الكمبيوتر بتاعة الإنترنت في دول صديقة أو لها علاقات مع كوريا الشمالية عشان يقدروا يستخدموا الإنترنت بكفاءة في الهجمات، زي الصين وروسيا على سبيل المثال.
والعلاقات بين كوريا الشمالية وروسيا علاقات وطيدة جدا، وطبعا في الأزمة اللي دايرة دلوقتي بين روسيا وأوكرانيا أكيد كوريا هتعمل هجمات إلكترونية لصالح روسيا. ده حتى بوتين وكيم يونج أون بيتبادلوا الهدايا عادي كده في المناسبات. زي ما قلت لك الهدف الأساسي لكوريا الشمالية من الهجمات الإلكترونية هي المصلحة، والمصلحة دي منها مصالح سياسية زي التجسس أو مصالح مالية لتمويل صفقات السلاح وأي حاجات ليها علاقة بتطوير المنظومة العسكرية في كوريا الشمالية. لدرجة إن في 2019 في تقرير الأمم المتحدة قالت إن كوريا الشمالية حصلت على 2 مليار دولار من الهجمات الإلكترونية لتمويل برنامج التسلح الخاص بيها، وده بيفكرك برضو بحادثة بنك اوف بنجلاديش. ده غير تقارير تانية من شركات متخصصة في تتبع العملات المشفرة بتقول إن كوريا الشمالية سرقت حوالي 400 مليون دولار من العملات المشفرة في سنة 2021 عن طريق الهجمات الإلكترونية، سواء باختراق منصات تداول العملات أو سرقة أموال من محافظ المتعاملين بالعملات دي. زي ما قلت لك المصلحة فين؟ هم موجودين. وبما ان الموضوع بتاع سرقه البنوك زي ما عملوا في البنك المركزي في بنجلاديش وسرقوا ملايين الدولارات ما عادش سهل دلوقتي بسبب وجود معايير صارمه لامن المعلومات حوالين العالم في الموضوع ده، فالقصه ما عادتش بالسهوله اللي كانت بيها قبل كده. تفتكر بقى كوريا الشماليه هتقف ساكته يعني؟ الاجابه لا طبعا. خليكم معانا بعد الفاصل وتفاصيل مثيره. اهلا بيكم. قلت لي بقى كوريا الشماليه هتعمل ايه بعد ما موضوع سرقه البنوك بالهجمات الالكترونيه بقى صعب؟ الحقيقه هو مش صعب، مش مستحيل، مفيش نظام امن 100%، ويبقى البشر هم الحلقه الاضعف في منظومه الامن. لكن زي ما قلت لك اتجهت لسرقه الكريبتو كارنسي او العملات المشفره زي البيتكوين وايثيريوم وغيرها. طيب ما هو مش كل الناس بالصلاة على النبي كده معاها عملات مشفرة، وده موضوع مش هيوفر مبالغ بشكل مستمر. تفتكر هيعملوا ايه؟ هنا بقى هنيجي للموضوع اللي قلته لك في اول الحلقة. تخيل ان كيم يونج اون قاعد معاك في البيت وعارف كل اسرارك. ساعتها انت قلت الراجل ده بيقول خزعبلات، ان كيم يونج اون هيجي لي وهياخد مني فلوس كمان. ازاي يعني؟ الاجابه ببساطه في فيروسات الفديه او الرانسوم وير. تفتكر كم واحد من حضراتكم وهو بيفتح الكمبيوتر بتاعه وطلعت له رساله حمراء مكتوب عليها كل ملفاتك اتشفرت، يا تدفع بالبيتكوين يا اما هنمسح معلوماتك للابد او هننشرها على الانترنت؟ فيروسات الفدية واحدة من أهم البرامج الخبيثة اللي بتبرمجها كوريا الشمالية، ومن أشهر الهجمات اللي اتعملت ببرامج الفدية كانت وراها كوريا الشمالية. وزي ما قلت لك قبل كده مفيش بلد في العالم ما طلهاش هجمات فيروسات الفدية بما فيهم مصر، من أول المستخدمين العاديين اللي ملفاتهم بتتشفر كل يوم ببرامج الفدية. ولو مش مصدقني اسأل كده حواليك هتلاقيك تعرف حد بياناته اتشفرت ببرامج الفدية. طبعا في منهم بيدفعوا لفك تشفير ملفاتهم، خصوصا لو ملفات مهمة ما عندهمش منها نسخة تانية. شوف بقى كم واحد دفع للعم كيم يونج اون، وتقول لي هو مين عشان كيم يونج اون بقى يستهدفني؟ طب بلاش، شوف كم شركة اتصابت بفيروسات الفدية في مصر ودفعت فلوس علشان تفك التشفير بتاع الملفات. ولو انه ممكن يعمل احراج يعني لبعض الشركات، انا كنت ممكن اقول اسماء بصراحه. شوف بقى كام شركه منهم دفعت للعم كيم. طبعا فيروسات الفدية في منها نوعيه بتاخد نسخه من الملفات بتاعت حضرتك قبل التشفير، ولو انت هدف مهم يعني ممكن يتعمل لك فضيحه بجلاجل وبياناتك تبقى على الانترنت لو ما دفعتش، وده برضه للاسف منتشر. ايه رايك بقى؟ العم كيم يونج اون قاعد معاك في البيت وجوه الكمبيوتر كمان. واحدة من أشهر الهجمات الإلكترونية بفيروسات الفدية هي هجمات فيروس وانا كراي، وده اختصار وانا كريبتو، يعني عايز عملات مشفرة. أعتقد سعادتك سمعت الاسم ده قبل كده، ممكن تكون تعرف حد اتصاب بالفيروس ده وشفر له ملفاته وضاعت للأبد. في مايو 2017 الفيروس بدأ يشتغل وأصاب أكتر من 150 بلد حوالين العالم منهم مصر طبعاً. في البداية الإصابة كانت حوالي 230 ألف كمبيوتر تقريباً، والفيروس من نوعية اسمها وورم، يعني بينتشر لوحده سيادتك مستغلاً ثغرات أمنية في نظام ويندوز. المهم في شركات كتير كاملة قفلت وجهات كتير جداً حوالين العالم من أول الجهات الحكومية للأعمال الخاصة اتصابوا بفيروس، وكفاية تعرف إن النظام الصحي في بريطانيا وقف بالكامل بسبب الفيروس ده. Within minutes, we realized by talking to people and listening to the news that this was more than a local problem. It was something that was affecting a big part of the NHS. 39 hospital trusts and GPs in Scotland and across England have had to cancel routine operations, send patients home and divert ambulances. All the computers have been stopped. We're not sure whether the doctors can see you. There's no appointments apart from emergency appointments.
للأسف في ناس كتير ما بتقولش لما بيتم اختراقها، وبالتالي معرفة الحجم الحقيقي للخسائر بتاعت فيروسات الفدية موضوع مش معروف بشكل دقيق. الأزمة الكبرى في موضوع وانا كراي واللي خلاه واحد من أخطر الهجمات الإلكترونية اللي حصلت في العالم هو إنه كان مبني على كود من أدوات تم تسريبها من وكالة الأمن القومي الأمريكية، وما أدراك طبعا ما أدوات الاختراق بتاعت وكالة الأمن القومي الأمريكية، حاجة صعبة جدا لأنها أدوات الهدف منها اختراق دول مش أشخاص. لما تسربت الأكواد دي سنة 2016 الهاكرز في كوريا الشمالية انتهزوا الفرصة وبنوا فيروس الفدية بتاعهم على نفس الكود واستغلوه في استهداف العالم كله زي ما شفت. تخيل بقى عدد الناس والشركات والمصانع والجهات اللي تم استهدافها دفعت قد ايه للهاكرز بالبيتكوين عشان يفكوا ملفاتهم، وده اللي خلى كوريا الشمالية تتجه بشكل كبير للطريقة دي، وهي جني الأرباح من أي حد على وجه الكرة الأرضية عنده إنترنت. المهم المجموعة اللي اتضح من التحقيقات الرقمية اللي اتعملت إن مجموعة هي اسمها لازاروس التابعة لكوريا الشمالية هي اللي كانت ورا الهجمات بتاعة وانا كراي، وفي 3 من كوريا الشمالية موجودين على قائمة الهاكرز المطلوبين للعدالة في الولايات المتحدة، وتم إصدار أحكام غيابية بالإدانة في اختراقات وانا كراي، وكمان اتهمهم باختراقات شركة سوني، وهتلاقي صورهم مشرفة على موقع المباحث الفيدرالية في الولايات المتحدة الأمريكية. المهم إن الحكاية فيها جانب تاني ظريف جدا، إن في واحد من الباحثين في أمن المعلومات أنا شخصيا بتابعه من زمان على تويتر، شاب شاطر جدا في إنجلترا اسمه ماركوس هاتشنز. لما سمع عن هجمات وانا كراي وتعطل النظام الصحي في بريطانيا قرر يحلل الكود بتاع الفيروس، واكتشف بالصدفة أن الفيروس بيحاول يتواصل مع اسم موقع مش مفهوم، والموقع مش موجود أصلاً على الإنترنت، فقرر يسجل الموقع زي ما تشوف حالا. So I asked a friend if I could have a sample of the WannaCry worm. I noticed it made a web request to an unregistered website, so I registered it. And as time went on, we noticed the infection count was steadily declining. After a few hours of that, we noticed a tweet by someone suggesting that the URL, in fact, was a kill switch that just disabled the malware. زي ما شفت كده الشاب ده اكتشف ان الرانسوم وير فيه حاجة اسمها كيل سويتش أو مفتاح إغلاق. أول ما سجل الدومين الغريب ده كان الفيروس بيدور عليه، لما لقاه وقف انتشار الفيروس، ودي كانت صدفة غريبة عملت من الشاب ده بطل في عالم أمن المعلومات وقتها. الطريف بقى إن في وقت حضور الشاب ماركوس لمؤتمر شهير للهاكرز في أمريكا اعتقلته المباحث الفيدرالية وقتها. أنا فاكر طبعاً إن تويتر وقتها تحول إلى ساحة دعم لماركوس، وإن المباحث الفيدرالية قبضت عليه بسبب فيروس وانا كراي. الحقيقة إن ماركوس ما كانش له علاقة ببرمجة وانا كراي على الإطلاق، لكن اتقبض عليه علشان هو أساساً كان مبرمج فيروس وهو صغير، وباع واحد منه لمجموعة على الدارك ويب استخدمته في سرقة البنوك، وتم استخدامه في سرقة بنوك أمريكية وهو ما كانش يعرف إنه على قائمة المطلوبين من الFBI، بالرغم من إنه كان بيستخدم اسمه مستعار على الإنترنت لنشر مقالاته وأبحاثه. لكن المهم اتقبض عليه في 2017 واتحكم عليه ب5 سنين و250,000 دولار. وبعدين في 2019 اعترف انه مذنب، وانه فعلا عمل برامج الفيروسات دي زمان وما كانش يعرف ابدا الناس تختمت لسرقة بنوك في امريكا، وانه بدأ يستخدم قدراته دلوقتي في الخير بدل الشر، وتم الحكم عليه بالوقت اللي قضاه في السجن مع الافراج تحت المراقبة في الولايات المتحدة. زي ما شفت الكود بقى سلاح، واللي بيعرف يتعامل مع الكود والبرمجة وتقنيات أمن المعلومات والاختراق قدامه طريقين، إما طريق الشر والجريمة أو طريق الخير. فياريت نهتم بعلوم الكمبيوتر للشباب في سن صغير، لأن ده ما عادش المستقبل، ده بقى أمر واقع، ودول كتير فكرت فيه من القرن اللي فات، لأن الحروب دلوقتي بتدار بالكيبورد. استنونا في حلقة جديدة وتاك توك على القاهرة والناس.